بسبب حقده على مديره بيبدل ابنه مع ابنه مديره يوم ولادتهم، وبيحاول يخلص على الممرضة اللي ساعدته في عملته. ازاي هيكتشفوا اللي عمله ميكي؟ وده اللي هنعرفه في فيلمنا النهارده. بيبدأ فيلمنا مع ميكي وبيكون خايف جدا وقلقان على مراته، ده لانها في اوضه العمليات وخلاص بتولد، وبيفرح جدا لما بيطلع الممرض وبيقول له انها خلفت ولد. لكن واضح كده ان ميكي نتن حبتين، وبيقول للممرض لو عايز الحلاوه فاطلع فوق لجناح الاغنياء، في امير بيتولد دلوقتي. وفي الجناح اللي فوق في نفس المستشفى بتكون مرات رنديف برضه بتولد، ورنديف ده رجل من اغنى رجال الهند ومن عائله كبيره اسمها جندال. بتولد زوجة رنديف ولد هي كمان، وبيروح الدكتور عشان يبشر الجد جندال بحفيده الجديد، وبيقول للممرضه تراعي الطفل وتنيمه وبيسيبها وبيمشي. وفجاه بتلاحظ الممرضه ان الطفل سكت فجاه وان نبضه وقف، فبتجري على كابينه التليفون عشان تتصل بالطبيب وتقول له اللي حصل. وحظها الاسود وقعها مع ميكي وبتلاقيه بيتكلم، لكنها بتستعجله وبتقول له ان في امر طارئ. وفعلا بيقفل ميكي وبيسالها في ايه وبتحكي له اللي حصل. ولما بيقترح عليها فكره شيطانيه وبيقول لها ميكي انه شغال مع العيله دي من سنين وانه ما يقدرش يسيبهم في الموقف ده، وبيعرض عليها يبدل ابنه بابن عيله رنديف. بتوافق الممرضه، وده لانها كانت خايفه يتهموها بالتقصير وموت المولود، وبرضه مش كل يوم هتقابل شخص وافي زي ميكي. بتطلع الممرضه مع ميكي وبيبدلوا الاطفال، ولما بيخرجوا من الجناح بيتفاجئوا بان الطفل بيبكي وانه لسه عايش. فبتقول لميكي الحمد لله انه لسه عايش، انا كده في السليم، يلا بقى نرجعه لامه. لكن ازاي؟ انا كنت شاكك في عم ميكي ده من الاول. بيظهر ميكي على حياته وبيقول لها ان من حق ابنه انه يستمتع بثروه رنديف، وانه شغال مع رنديف من سنين وما طلعش من الدنيا بحاجه، وانه كده ضمن له مستقبله وحياه مرفهه. بتتصدم الممرضه من خيانته وبتحاول تمنعه وتاخد الطفل، لكنه بيزقها ورجله بتتكسر، وبتقع الممرضه من فوق السور وبيحاول زمايلها ينقذوها. وفي اللحظه دي بيلاقي ميكي رنديف مديره في الشغل ومعاه الجد جندال، وبيسالوه على مراته ومولوده الجديد، فبيقول لهم انهم بخير وبيشكرهم. وفي اليوم اللي بعده بيتحرك ميكي مع ابنه اللي هو مش ابنه، ورنديف مع ابنه اللي هو برضه مش ابنه، وبنروح لقصر الرنديف وبيفكر بعنايه مع عيلته هيسموا مولودهم الجديد ايه، وبيسميه راج. اما ميكي فبيختار اسم ابنه بالصدفه وكانه كسبان الطفل في بنك الحظ، وبيطلع له اسم بنته. وبتكون الاسره كلها مش حابه الاسم، لكن ده مش فارق مع ميكي. بتمر الايام وبيكبروا الاطفال وبيروح المدرسه، وبيكون راجل مدلل عبيط جدا وجايب 9 من 100 في الرياضيات، لا وفخور قوي. فبيقول له ميكي شاطر يا حبيبي وبيخليها له 97. ولما بيروح ميكي البيت وبيشوف نتيجه بنته بيكون شاطر جدا وجايب 98%، فبيقول له ميكي وديت الدرجتين دول فين، وبيحبط الطفل. وبعد 25 سنه بيحلم ميكي بكابوس وبيشوف بنته رجع قصر ابوه الحقيقي وسط العربيات والطيارات، وبيقوم مفزوع وبيشوف بنته راح فين، وبيلاقيه نايم فبيصحيه بغباوه وبيبعته مشوار. وعلى الباب وقبل ما يخرج بنته بيخبط باب بيتهم، فبيقول له ميكي ده اكيد صاحب البيت وعايز الايجار، قول له انه مش هنا. فبيفتح بنته الباب وبيقول له بابا بيقول لك انه مش هنا. وقبل ما يلحق ميكي يشتمه بيطلع له الراجل وبياخد جزء من فلوسه وبيقول له هجيلك تاني. وبيتكرر الموقف في اليوم اللي بعده، وبيتفق ميكي مع بنته انه يطير الراجل، فبيقول له عيب عليك يا حاج. واول ما بيفتح الباب بيقول له الراجل ابويا مش هنا واكيد مش تحت الترابيزه. وعلى طول بيدخل الراجل وبياخد باقي فلوسه، وبيكون واضح ان العلاقه بين بنته وميكي مش احسن حاجه. وفي قصر الرنديف بيكون راجل راجع من امريكا بعد ما خلص دراسته، وبتكون اسرته كلها في استقباله. وبنرجع لبنته اللي بيكون درس القانون ورايح لمقابله شغل بعد ما بيوصل اخته للمدرسه، لكن فجاه بيجي عيال بموتوسيكل وبيشدوا الوشاح من على رقبتها وبتتخنق. فبيشوف بنته اللي حصل لاخته وبيجري ينقذها، فبتقول له انت ما عملتش حاجه للعيال. فبيقول لها مش مهم، المهم انك كويسه. وفي طريقه بيلاقي العيال دي مستنيه ومعاهم وشاح اخته، فبيكلمها وبيقول لها انا هجيب لك حقك خلاص. بيروح لهم بنته وبيقول لهم الطرحه دي بتاعت اختي، فبيقول له زعيمهم اختك حلوه قوي يا اسطى. فبيقول له بنته حبيبي يا ابو الصحاب انت بس اللي عينيك حلوه. وبيتفاجئوا من ردة فعل بنته ان شكله كده عيل توتو. ولما بيقولوا له انهم مش هيرجعوا الوشاح مش بيقدر بنته يمسك اعصابه، وبيقول لهم مش مهم كلامك عن اختي لكن المهم الوشاح. وبيدور فيهم الضرب والحمد لله بيرجع الوشاح. وبيوصل بنته لمقر شركه محاماه فيها الانترفيو. في الاسانسير بيقابل سماره وطبعا بيعكسها ومش بتسلم منه. ولما بيدخل للمقابله بيلاقي سماره في وشه وبترفضه قبل ما تعمل الانترفيو، وبتقول له انه خريج جامعه حكوميه وكل اللي متقدمين من جامعات خاصه وعريقه، لكنه بيطلب منها فرصه وفعلا بتوافق. وبيكون قدامها عميل ومراته وبتكون رافعه ضده قضيه خلع، وبتقول له سماره هو ده اختبارك. وبيحل بنته المشكله بين الزوجين وبيمشوا، وبيكون فاكر انه كده عجب سماره، لكنها بتطرده وبتقول له انه هيخسرها كل عملائها. وفي قصر الرنديف وعلى الفطار وكلهم مستنيين راج، بيجي الاسد اللي هم لا حسد وبيدخل بعربيه اطفال، وده لانه مكسل يمشي. وعلى الفطار بيحكي له ابوه عن شغله انهم قطعوا
قطعوا علاقته بشركة بات، وده لانه بيهرب ممنوعات في لعب الاطفال وشغله كله شمال، وانه هيبعته ينوب عنه عشان يرفض بشكل رسمي التعامل مع شركة بات. وفعلا بيروح راجي يقابل اخو بات، لكن الموضوع بيكون اكبر منه، وبيفضل راجي يضحك طول الجلسة عشان يداري توتره ومش بيقدر يرد على فيجراد. وبيكون الاب متابع ابنه صوت وصورة، ولما بيفقد رنديف الامل في ابنه بيتدخل وبيرفض بنفسه وبيفشل راج في الاختبار. وفي نفس الكافيه اللي بيكون فيه رنديف بتوصل سمارة عشان تبلغ عميل انها مش هتقدر تمسك قضية اخوه لانه مذنب، وبيعرض عليها العميل انه يشتريهم بفلوس ويضاعف اتعابها، فبتسيبه تمشي لكنه بيشدها وبيمسك ايديها. وهنا بيتدخل بنته وبيقول له ان الحركة اللي عملها دي بيعاقب عليها قانون رقم 503، وبيظهر مهارته وتفوقه في القانون. وبتقول سمارة لبنته انها وافقت على تعيينه وبيمشوا، وبيكون رنديف شايف كل ده ومعجب جدا ببنته. وبيرجع بنته البيت وبيطلب من ابوه فلوس عشان يجيب هدوم لشغله الجديد، فبيقول له عم ميكي انه جايب له هدوم من عند راج. بتتغير ملامح بنته وبيتأثر جدا، لكن مش من الزعل، لا من حلاوة البرفيوم اللي بيستخدمه راج، وبيفرح وبياخد الهدوم. وبتمر الايام وبيبان الاعجاب متبادل بين بنته سمارة. وبنرجع لميكي اللي بيروح يطمن على الممرضة من وقت للتاني، وده لانها دخلت في غيبوبة من ساعة الحادثة. وبيفرح لما بيلاقيها مش بتفوق من 25 سنة، لكن وهو قايم بتمسك ايده وبتفوق، وبيتدخل الطبيب وبيطمنه عليها، وبيترعب ميكي من اللي حصل. وفي الوقت ده بتكون سمارة مع ابوها في زيارة لقصر الرنديف، وبنفهم ان ابوها عاوز يعرفها على راج عشان يتجوزوا، لكنها بتتصدم لما بتشوف راج بعربيته دي وبتتقفل منه. لكن بيقول لها ابوها قوم اتعرفي على عريسك، فبتقوم سمارة وزي اي بنت بتبدا تعمل اختبارات لراج، وبتجس نبضه وبتشوف اخره ايه، وبتعرف انه ملوش علاقات قبل كده ولا بيشرب، فبتساله على سجارة فبيتكسف، فبتروح لواحد من رجالة الامن وبتاخد منه سجارة شعبية، وبيكون راج منبهر من البت الصايعة دي، وبتعرف انه شاب خام على الاخر. وفي اليوم اللي بعده بيسالها بنته عن سبب غيابها، فبتحكي له سمارة عن اللي عمله ابوها، وبتقول له ما يضيعهاش من ايده لانها بتحبه، فبيعترف لها هو كمان. وفي مكتب رنديف بيكون بات بيهدده انه هيدفع الثمن لو ما رجعش الشغل بينه وبين شركته مرة تانية، ولما بيرفض رنديف بيطعنه بسكين بيكون في شمسته الخاصة وبيمشي. في اللحظة دي بتوصل سمارة وراج لمكتب رنديف عشان تعرفوا على حبيبها الجديد ومساعدها في الشغل، لكنهم بيتفاجئوا لما بيشوفوه مجروح ومرمي على الارض، وبيحاولوا ينقذوه ويطلعوا بيه على المستشفى. ولكن بات بيكون عطل الاسانسير وقفل ابواب السلالم وماشي وهو مطمن انه خلص على رنديف، لكنه بيتصدم لما بيشوف بنته وسمارة ورنديف نازلين في نقالة من بتوع العمال، وبيقدروا يلحقوا رنديف وبياخدوه للمستشفى. وهناك بيشوف بنته ست كبيرة بتشاور له، فبيروح يساعدها، وبتكون الممرضة فاقت من الغيبوبة، وبيستغرب لما بتشاور له على ابو ميكي، وبتعترف لبنته بكل اللي حصل زمان، وانها بدلت ابن ميكي بابن رنديف، وان رنديف هو ابوه الحقيقي، وبتفقد الوعي. وبيكون بنته مشتت جدا ومحتار بين انه يسمع كلام ست كبيرة وممكن تكون بتخرف، وان رنديف بيكون ابوه فعلا. وبيمشي بنته مع ميكي بعد ما بتطرده امه الحقيقية بالذوق، وبتحرجه قدام سمارة بعد ما قالت ادوله اي فلوس وخلوه يمشي. وبيمشي بنته مع ميكي اللي بيطير من الفرحة لما بيعرف خبر وفاة الممرضة، وبيلاحظ بنته انه بيمثل حزنه، وبيسأل ميكي لو كان يعرفها، فبينكر ميكي، وبيضربوا بنته وده لانه شاكك فيه. وفي طريقهم بيقول له انه عرف الحقيقة وانه مش ابوه الحقيقي. وفي اليوم اللي بعده بيوصل راجل مستهتر عشان يطمن على ابوه، ولما بيسأله جده انت كنت فين امبارح، بيقول له ما حدش طلب مني الناجي، هو انا كان المفروض اجي امبارح. وبيوصل بنته عشان يطمن على رنديف، ولما بيشوفه بيتحسن بيمشي، لكن على البوابة بيمشي كيلا اخو مرات رنديف بيسرقهم، وبيتفق مع موظف الخزنة انه يضاعف حساب المستشفى، وده طبعا عشان يضرب الفرق في جيبه. وبيرجع رنديف لبيته ومعاه دكتوره الخاص وميكي، لكنه بيستغرب جدا لما بيقول له الطبيب انه عاوز يشوف ابنه حالا، فبيكلمه ميكي وبيقول له انت عملت ايه، تعالى دلوقتي. بيوصل بنته وبيرحب بيه الجد، وبيعرض عليه انه يشتغل ويقيم معاه هنا في البيت، وطبعا بيوافق، وبيكون متحمس جدا للشغل، وبيسأل الجد عن طبيعة شغلهم، فبيحكي له عن بات واخوه انهم لازم يصفوا حساباتهم سوا. وبيروح الجد عشان يتكلم معاه، وبيزق واحد من رجالة بات الجد، وبيتدخل بنته وبياخد حق جده. وبيوصل بات وبيشوف بنته شمسته الخاصة اللي استخدمها في طعن رنديف، وبيهدده انه هيدفع الثمن غالي قوي لو ما بعدش عنهم. وبيرجعوا للقصر وبيشكروا رنديف على اللي عمله، وبيلاحظ بنته ان في خلافات بينه وبين مراته، بيحكي له الجد عن الخلافات اللي بينهم، وبعدها بيراجع مصاريف الشهر والفواتير. وبيقول الجد لياشو ان كيلا بيسرقهم، وده طبعا بعد ما حكى له بنته عن اللي شافه. وبالليل بيخرج بنته مع راج وسمارة عشان يصارح راج بالحقيقة، وان هو وسمارة بيحبوا بعض، وان علاقته بسمارة انتهت من قبل ما تبدا. وفي اليوم اللي بعده بيقرا بنته الكف لاهل البيت، وبيجي الدور على ياشو امه الحقيقيه، فبيقول لها في خلافات دايما بينك وبين جوزك، وبيصارحها بعلاقتها الهشه مع رنديف، واللي قايمه على التظاهر انهم اسره متماسكه وسعيده. وهنا بيتدخل رنديف وبيضرب بنته بالقلم وبيمشي،
وبيمشي، وهو بيقول للجد انه عمل كده عشان يتكلموا مع بعض ويحلوا مشاكلهم. وبالليل بيعتذر رنديف لمراته وبيشكر الجد بنته على مساعدته، وبيبعت رنديف واحد من رجالته ومعاه هديه لبيت بنته وبيعزمه على حفله بمناسبه رجوع علاقته مع مراته. وفي الحفله بتدخل ياشو الحمام وبتلاقي فيجراد بيهددها لو عملت اي صوت وبيخطفها. وبعد الحفله بتوصل رساله لرنديف من بات وبيقول له يمضي على عقد شراكتهم وحصه ب50 مليار والا مش هيشوف مراته تاني. بيمضي رنديف من غير تفكير وبيكون رايح يقابل بات، لكن بيتدخل راج وبيقول له انا اللي هروح. وبيحاول ميكي يوقف ابنه الحقيقي وبيقول له الجد رايح فين يا حبيبي، انت اعبط من كده بكتير، لكنه بيصر انه يروح. ولما بيوصل لمكان العصابه بيلاقي واحد منهم قاعد ومش بيعمل اي حاجه، ولما بيساله راج في ايه بيقول له من ربع ساعه بس كان هيبقى معانا 50 مليار، ولكن بعد تدخل واحد اسمه بنته كل حاجه انتهت. وبيحكي له بنته عمل فيهم ايه وانه انقذ امه من عصابه بات، وان بسببه خلص بات على اخوه بالغلط. وفي الوقت ده بيحكي الجد الرنديف عن بنته ابنه الحقيقي، وبيستدعوا ميكي وبيواجهوه بالحقيقه، ولما بينكر بيضربوا الجد قلم مخبرين. وبيكون راج وياشو سامعين كل اللي اتقال، وبتنزل ياشو وبتحضن ابنها الحقيقي، لكن بيتفاجئ ميكي لما بتقول له ياشو انه مش مطرود من الشركه لكنه هيتقرص ودنه حبتين وبيمشي. وبيستنى في محطه الباص وبيلاقي بنته داخل عليه وبيديله مفتاح الاسكوتر الجديد. وبيستنى في محطه الباص وبيلاقي بنته داخل عليه وبيديله مفتاح الاسكوتر الجديد وبيقول له حتى لو هم اللي جابوني الدنيا فانت اللي ربتني، ومش بينسى فضل مكي عليه. وبكده بيخلص فيلمنا النهارده. سلام.